السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نحضر معكم واحد التشيبس مقرمشات ديال دقيق الذره وطبيعيين، كيجيو فنين زوينين احسن من اللي كناخذوهم جاهزين. ما فيهمش مواد حافظه، ما فيهم حتى شي حاجه اللي كضر الصحه، الحمد لله. كنحضروهم بدقيق الذره. المهم هنا عندي واحد ربعه ديال الدقيق ديال الذره، الطحين ديال الذره، وكنزيد معاه واحد شويه ديال الملح، قبيصه د الملح، وكنزيد معاه شويه د الحار وشويه د الزعتر على حسب الذوق، وشويه ديال التحميره. وكنجمعوا الخليط ديالنا بواحد الكاس ديال الماء. مهم نص هاد رابعه هادي هزات ليا واحد جوج كيسان قد هكا، قد هادو اللي وريتكم دابا، يعني كيسان غير صغار. مهم ما خصهاش تجي جاريه ولا خفيفه ولا هذا، خصها تجي ثقيله قاصحه، يعني مجموعه باليد باش نقدروا نسرحوها وداكشي ونتحكموا فيها ما تكونش خفيفه. المهم كنجمع هاد الخليط ديالي بحال هكا، كنجمعوهم مزيان مزيان، وكنخليوها شويه ترتاح. كيف ما كتشوفوا كنجمعوها بيدينا بحال هكا، وكنحاولوا ندخلوا مزيان دوك المكونات اللي درنا، داك التحميره اللي درنا، وداك شويه ديال السودانيه. الا بغيتوها حاره، الا ما بغيتوش ديروا فيها السودانيه راه ما ديروهاش فيها، ديروا اي حاجه تعجبكم، اي مذاق. المهم انا درت فيها شويه ديال الزعتر وشويه ديال السودانيه وصافي، وشويه ديال التحميره باش يعطيها مذاق زوين. صافي كيف ما كتشوفوا عجنتها مزيان بيديا باش تطلق هذيك النشا ديال داك الذره، وخليتها وجمعتها وغطيتها وخليتها ترتاح واحد ربع ساعه كيف ما كتشوفوا دابا معايا. صافي غطيتها، ومن بعد شديت الورق الزبده وسرحته، وحطيت واحد الكويره فيها وسرحته بالورق الزبده، حيت نتوما كتعرفوا الذره كيفاش دايره كتلصق، يعني ضروري خصكم ديروا ورق الزبده باش كتقدروا تتحكموا فيهم. وكتسرحوها مزيان حتى كتخصها تكون رقيقه بزاف، ما تكونش غليظه، تكون رقيقه نيت. صافي وكتقطعوا اشكال اللي بغيتو نتوما. الا عندكم شي شكيلات بغيتو تقطعوا بهم قطعوا، بغيتو تقطعوا بالموس كيف ما درت انا، مهم كيبقى لكم الاختيار، نتوما قطعوا كيف ما بغيتو. انا راه قطعتها غير بالموس ودرتها مثلثات ودرت مربعات غير بالموس، جاتني ساهله. صافي وكنكون راده الزيت تسخن شي شويه، ما تكونش سخونه بزاف في الاول، ما تكونش سخونه بزاف باش ما تحرقش لكم. صافي وكتخليو من بعد كتجهدوا شويه البوطه وكتخليوها شويه يعني تسخن على اكثر من اللي تكون شويه سخونه، تزيد تسخن مزيان. المهم باش ما تحرقش لكم. وصافي كل وحده والعبار ديالها في البوطه ديالها، هي دغيا كطيب كي كتحطوها صافي كتاخذ اللون الذهبي ديالها، كتحركوها كتحيدوها، يعني ساهله. المهم انا عجبتني بزاف وجات مقرمشه وصراحه بنينه وصحيه، وكتجي زوينه بحال الشيبس اللي كنشريو ديال الذره اللي كتباع. المهم صافي حيدت انا هاد الزوائد هادو وخليتها بحال هكا مربعات، ومن بعد قطعتها مثلثات كيف ما بغيتو نتوما، الاشكال اللي بغيتو كيف ما كتشوفوا بحال هكا، وجاو زوينين ساهلين. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا كيف جاتكم. انا عجبتني بزاف وجات مقرمشه وصراحه بنينه، وفي الاخر كاع منين طيبتها زدت عليها شويه ديال الحار جات زوينه بزاف. صافي وكنحطوا هاد المثلثات ديالنا كيتقلاو كيف ما كتشوفوا راه كتنفخ شي شويه، كتجي زوينه خاويه من الداخل. صافي وكنحطوهم فشي شبيكه تسقطروا من داك الزيت ونديروهم في زليفه ولا في شي طبسيل، وكتقدموهم بالصحه والراحه. النكهه اللي بغيتو كتزيدوا عليهم، زيدوا الفرماج، زيدوا الحار اللي بغيتو، زيدوا شويه الملحه، كل واحد الذوق ديالو. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ساهل ماهل، وتردوا عليا في الكومونتير بالصحه والراحه.